السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله كده سريعا هشرح معاكم زمن الباست سمبل تنس باذن الله تعالى. 10 دقائق باذن الله هنكون مخلصين الزمن ده اكتف وباسيف، بس ركز قوي بالله عليك، مش هطول عليك، سريعا كده. النهارده هنتكلم على زمن اسمه الباست سمبل. يعني ايه باست سمبل؟ يعني الماضي البسيط. ايوه، يعني ايه ماضي البسيط؟ بسهوله كده، الماضي البسيط هو حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي وليس له اي علاقه بالمضارع. يعني الماضي البسيط ده اي حاجه انا عملتها قبل كده، خلاص، اكلت، شربت، ذاكرت، سافرت، اي حاجه انا عملتها. شرط بقى ان الماضي البسيط هو حدث بدأ في الماضي وانتهى في الماضي وليس له اي علاقه به بالمضارع. وهو التصريف الكام؟ الثاني للفعل. يعني من كلمه جو انا عايز went، كلمه باي انا عايز بوت، كلمه سي انا عايز سو، بلاي بلايد، فيزيت فيزيتد. هو السكند فورم، يعني التصريف الكام؟ الثاني. بص بقى ركز معايا. يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه؟ خلاص، ايه الباست سمبل؟ هو حدث بدأ فين؟ في الماضي وانتهى في الماضي وليس له اي علاقه بالمضارع، وهو التصريف الثاني للفعل. كلام جميل جدا، بس انا عايزك تركز كويس جدا في اللي انا هقوله ده. كل جمله هناخدها في اي زمن لازم تكون عارف تفرق ما بين الاكتف وما بين الباسيف. يعني ايه اكتف ويعني ايه باسيف؟ دي مهمه جدا جدا. بص يا سيدي، كلمه اكتف مبني للمعلوم. اكتف مبني للمعلوم. ليه تسمى معلوم؟ عشان الفاعل معلوم موجود في الجمله. اي جمله مبني للمعلوم تبدا بمين هنا؟ بالفاعل. طب الفاعل ده يتسمى فاعل ليه؟ عشان يعمل فعل. طب والفعل يتسمى فاعل ليه؟ عشان يعمل مفعول. يبقى اي جمله مبني للمجهول تبدا بفاعل، بس شرط ان الفاعل هو اللي يقوم بالحدث، يعني هو اللي يقوم بحدث الفعل ده. خلاص؟ طيب يبقى انا عندي ايه؟ اكتف مبني للمعلوم، الفاعل معلوم وهو اللي قام بالحدث، هو اللي عمل الفعل. يعني انا اللي ذاكرت، انا اللي مثلا ايه، انا نظفت اوضتي، فاهمني؟ وهكذا. اما مبني للمجهول بيبدا بمين؟ بالمفعول وهو اللي وقع عليه الحدث. افرق ازاي ما بين اكتف وما بين باسيف؟ لو هنا الاكتف الفاعل موجود ومش اي جمله بادئه بفاعل، خلي بالك مهمه جدا، مش اي جمله تبدا بفاعل هقول عليها دي مبني للمعلوم، لا، شرط ان يكون الفاعل هو اللي قام بالحدث الفعل. خلاص؟ وانا عندي الماضي البسيط هو التصريف الكام؟ الثاني. نظفت، غسلت، ذاكرت، فاهمني؟ وهكذا. طيب فهنا عندي جمله بقى الباسيف. يعني ايه باسيف؟ يعني مبني للمجهول. ليه مبني للمجهول؟ ليه اسمه مجهول؟ عشان الفاعل مجهول مش موجود في الجمله. هقول لك مثلا دلوقتي الواجب خلص، خلاص كده، الاوضه اتنضفت. هنا هقول لك انا نظفت الاوضه والاوضه اتنضفت. انا مثلا ذاكرت، خلاص كده، انا عملت الواجب بتاعي والواجب اتعمل. عملت شاي والشاي جهز، فاهمني؟ وهكذا. مبني للمعلوم الفاعل معلوم هو اللي قام بايه؟ بحدث الفعل. اما المبني للمجهول بيبدا بالمفعول. سموه مجهول لان الفاعل مجهول مش موجود في الجمله، فاستحاله ابدا بمين؟ بالفعل. لان لو بدات بالفعل فدي جمله امر، فاحنا بنضطر ان احنا نبدا بمين؟ بالمفعول. يبقى اي جمله مبني للمجهول تبدا بالمفعول اللي هو الاوبجكت. خلاص؟ وعشان ماضي واز وير، والتصريف الثالث لنا صفه ايه؟ صفه مفعول. التصريف الكام؟ الثالث. حلو جدا. بص بقى ثبتها معايا بقى. احنا طبعا قلنا واز وير. طبعا واز ليه بقى؟ ليه؟ للمفعول المفرد. طب وير للمفعول الجمع. خلي بالك بقى عشان ترتاح، اي جمله باسيف لازم تتكون من اوبجكت، فيرب تو بي والبي بي. اي جمله باسيف، خلي بالك بقى، اي جمله مبني للمجهول، فيرب تو بي والبي بي. طب مين اللي ثابت؟ فيرب ايه بقى؟ التصريف الكام؟ الثالث اللي هو البي بي. خلاص؟ طبعا احنا عارفين البي بي يا شباب، برضه افكرك بيها، التصريف الثالث لاي فعل. احنا عندنا كل فعل كام تصريف؟ 3. زي مثلا كلمه جو، went gone، play played played، visit visited، باي بوت بوت. خلاص كده؟ طب سي سو سين، ده اسمه التصريف الثالث. خلاص كده؟ اللي هو الباست بارتيسيبل. طب مين بقى فيرب تو بي ده؟ كلنا عارفين فيرب تو بي ده مهم جدا جدا في اي جمله ايه؟ باسيف. فيرب تو بي في المضارع ام از ار، وفي الماضي واز وير. وعشان الجمله هنا ماضي بسيط فاحنا خدنا واز وير والتصريف الثالث في اي جمله. خلاص كده؟ وانت بتحل تصريف ثالث مشتقه من فيرب تو بي، اهو ملامح فيرب تو بي وتصريف ثالث، الجمله دي بقت باسيف. خلاص؟ حلو قوي. طيب افرق ازاي يا مستر؟ يبقى هنا هتقول لي كده ان الاكتف مبني للمعلوم، الفاعل معلوم هو اللي قام بحدث الفعل. خلاص؟ طيب مبني للمجهول اسمه مجهول عشان بيبدا بالمفعول، والمفعول هو اللي وقع عليه الحدث. خلاص كده؟ اكيد مش هقول لك مثلا الاوضه هي بتنظف، الاوضه ايه بقى؟ بيتم تنظيفها. خلاص كده؟ طيب بص انا هحل ازاي، افرق ازاي ما بين اكتف وباسيف في الحل. بص بطريقه سهله جدا. اولا قبل ما اخش على الحل لازم تكون عارف طبعا الماضي البسيط نفيه ايه. اسهل حاجه جدا كلنا عارفينها ان كلمه didn't بعدها فين؟ مصدر، دي بتاع الماضي البسيط. او ممكن ننفي بنيفر، بس خلي بالك الفرق مهم جدا. ان didn't هنا بتاعت الماضي البسيط، خلاص، بعدها الفعل فين؟ في الانفينيتيف في المصدر. يعني اقول didn't go، didn't
play didn't travel. خلاص كده؟ طيب اما never خلي بالك بقى، never مش بتاعت اي زمن. never بتنفي كل اللغه الانجليزيه. never مش بتاعت اي زمن. خلاص؟ يبقى مفيش رول بتاعتها اصلا. never بتنفي اللغه الانجليزيه كلها، فعشان كده في الماضي البسيط بيجي بعدها ايه بقى؟ تصريف تاني. يبقى انا هميز بقى، خلي بالك ان didn't بعدها فعل في المصدر، اما never تصريف تاني مع الماضي البسيط. خلاص؟ يبقى never تنفي بس مالهاش علاقه باي زمن خالص. خلاص؟ طيب يبقى انا عندي هنا ايه بقى؟ didn't مصدر، never تصريف تاني. كلام جميل. بص بقى انا هحل ازاي. اول حاجه بقرا الجمله، بيقول لي هنا I not ايه؟ a new phone yesterday. اول حاجه مهمه جدا انك تحدد زمن الجمله. من كلمه yesterday ان انت كده عارفها ان هي ماضي. افكرك برضو بكلمات الماضي البسيط سريعا كده. كلماته ايه بقى؟ yesterday، ago ولast وين وسنه ماضيه في الباست. يبقى yesterday وكلمه هنا ago، كلمه last وين وسنه ماضيه فين؟ في الماضي. حلو جدا. حددت زمن الجمله ان ماضي، فهنا انا مش محتاج اي مضارع. خلاص؟ خش على الجمله بقى كده. اول حاجه عندي هنا بوت. بوت هقول له دي زمانها ماضي. كلام جميل جدا. طيب وعشان تصريف تاني بس، اي تصريف تاني بس، بقت هنا ادي ماضي بسيط. ماضي ايه بقى؟ بسيط. وعشان يبقى لوحدها بقت يبقى هنا اكتف. طيب ار باينج، كلمه ار دي زمانها مضارع. زمانها مضارع، انا مش عايز مضارع. خلاص؟ ان الجمله محدد زمانها ماضي فانا عايز ماضي. طب بيقول لي ووز بوت، من كلمه واز قلت له زمانها ماضي. حلو جدا. يبقى ماضي بسيط. وعشان تصريف ثالث اهو، اي تصريف ثالث قبله مشتق من فيرب تو بي، تصريف ثالث مشتق من فيرب تو بي بقت باسيف. حلو جدا. كملت بقول لي هاف بوت، من كلمه هاف قلت له دي زمانها مضارع، وانا محدد الجمله ماضي، انا مش عايز مضارع. حلو جدا. ده اللي انا عايز اوصل له. دلوقتي بيفرقك ما بين الاكتف وما بين ايه بقى؟ باسيف. اكتف ماضي بسيط، باسيف ماضي بسيط. ازاي احلها بقى؟ اول حاجه تسال نفسك سؤال، انا هحدد العلاقه من اللي قبل النقط ده. خلاص؟ هسال اللي قبل النقط ايه علاقه اللي قبل النقط بالكلمه اللي في الاختياري. هو عايز يقول لي ان انا اشتريت تليفون جديد امبارح. انا اشتريت، ايه علاقه انا بحدث الشراء؟ انا اللي قمت بيه ولا واقع عليا؟ هتقول لي انا اللي قمت بيه، فبيبقى انا اكتف ولا باسيف؟ اكتف. يبقى ده الفاعل موجود، يبقى هنا الفاعل اهو، الفاعل موجود هو اللي قام بحدث الايه؟ الشراء. بقت الجمله بقت ايه؟ اكتف. طيب واحده كمان اللي تحتها عكسها. بيقول لي هنا a new phone not yesterday. من كلمه yesterday حددت زمن الجمله ان زمن الجمله ماضي. كلام جميل جدا. فانا المضارع يذهب الى الجحيم. بيقول لي هنا كلمه بوت، قلت له برده طالما بوت تصريف كام؟ تصريف تاني، يبقى ماضي ايه بقى؟ ماضي بسيط. وماضي بسيط ايه؟ اكتف. من كلمه هاز قلت له زمانها مضارع، وانا محدد زمن الجمله ماضي، فانا مش عايز ايه؟ مضارع. دخلت على واز بوت، اي تصريف كام؟ ثالث مشتق من فيرب تو بي، بقت الجمله باسيف. وكمان عشان ووز بقى زمانها ماضي بسيط. حلو جدا. بيقول لي ازنت، من كلمه ازنت قلت له دي زمانها مضارع، وانا محدد زمن الجمله ماضي، فالمضارع يذهب الى الجحيم. بيخيرني ما بين اكتف وما بين باسيف. احلها ازاي؟ بحدد العلاقه من اللي قبل النقط والكلمه اللي في الاختياري. ايه علاقه التليفون؟ ايه علاقه التليفون بحدث الشراء؟ هو اللي قام بيه ولا واقع عليه؟ هتقول لي واقع عليه. اكتف ولا باسيف؟ باسيف. وطالما باسيف يبقى مبني للمجهول واز بوت. يبقى التليفون تم شراؤه. هنا انا اشتريت تليفون امبارح، هنا التليفون تم شراؤه، والاثنين ادوا نفس المعنى. الفرق ما بين اكتف وباسيف. طب واحده كمان يا مستر عشان تبقى اسهل. بيقول هنا I not my favorite movie last weekend. اول حاجه بعملها ايه؟ هحدد زمن الجمله. من كلمه last انا عارف ان last زمانها ماضي. ماضي ايه بقى؟ ماضي بسيط. حلو. فالمضارع يذهب الى الجحيم. بيقول لي كلمه watched، لقيتها يبقى هنا قلت له watched خيرها ايه دي؟ بقت زمانها ماضي، ماضي بسيط. وعشان تصريف تاني بس ترد عليا تقول لي يا مستر دي بقت ايه؟ بقت اكتف. والايه هنا اختار لي كلمه ايه؟ اكتف معلوم. طيب من كلمه was watched ادي was قلت له زمانها ماضي، وعشان تصريف ثالث بعدها بقت الجمله بقت ايه بقى؟ بقت باسيف، ماضي بسيط. حلو. بكمل بيقول لي واتشز، عشان في اس انا عارف ان اي اس هنا زمانها مضارع، وانا محدد زمن الجمله ان هي ماضي، قلت له انا مش عايز مضارع. بيقول لي از واتشنج، من كلمه از قلت له زمانها مضارع، فاحذف المضارع مش عايزه، انا عايز اخد بس فين؟ في الماضي. بيخيرني ما بين اكتف وما بين باسيف. بحلها ازاي؟ هسال برضو نفسي كده، ايه علاقه اللي قبل النقط اللي هو انا بحدث مشاهده الايه؟ الفيلم. عايز اقول انا ايه بقى؟ شاهدت ايه بقى؟ الفيلم المفضل بالنسبه لي يبقى الاسبوع الايه؟ اللي فات. انا شاهدت، انا اللي قمت بحدث المشاهده، خلاص؟ فانا بقيت هنا ايه؟ ده فاعل. ايه علاقه الفاعل بحدث المشاهده؟ هتقول لي يا مستر هو الايه؟ قام بحدث المشاهده، فالجمله بقت اكتف، فبقت ايه؟ واتشد. كلام جميل. واحده كمان اهو فور، يبقى هنا رقم 4 يبقى عكسها. بيقول لي ذا موفي نقط ايه؟ باي مليونز اوف بيبل لاست ويك اند. من زمن الجمله قلت له من كلمه لاست زمانها
ماضي زمانها ماضي، فالمضارع يعمل في ايه بقى؟ يذهب الى الجحيم. بيقول لي هنا اهو واتشز مش عايزها. طب هاز قلت له برده مضارع، ادي واتشز مضارع وهاز مضارع، الاثنين مش عايزهم. من كلمه واز واتشد، واز واتشد هقول له دي بقى تصريف كام؟ تالت، طالما قبلها فيرب تو بي بقت باسيف، وعشان ووز زمانها ماضي بسيط. حلو جدا. كلمه واتشد بس هقول له برده واتشد ماضي، وعشان لوحدها بقت اكتف. ازاي احلها؟ برضو بحدد العلاقه من اللي قبل النقط والكلمه اللي في اختياري. ها، ايه علاقه الموفي الفيلم بحدث المشاهده؟ هو الان بحدث المشاهده ولا تم مشاهدته؟ هتقول لي مثلا تم مشاهدته، يعني اكتف ولا باسيف؟ هتقول لي باسيف، بقت واز ايه بقى؟ واز واتشد. كلام جميل جدا. اخر السؤال كده بيقول لي هنا زي نقط هنا هاف ا كار وين زي وير يونج. اول حاجه بعملها يا فندم هتقول لي يا مستر بحدد زمن الجمله عشان اقدر احلها بسهوله. من زمن الجمله شفت كلمه ايه بقى؟ وير. هتقول لي يا مستر دي وير دي زمانها ماضي. كلام جميل جدا. وعشان هي وير بس بقت زمانها ماضي بسيط، فالمضارع يذهب الى الجحيم. خلاص. بيقول لي هنا didn't، قلت له ده didn't دي زمانها ماضي. طب نيفر ملهاش زمن، نيفر ملهاش زمن، نيفر ملهاش زمن. بيقول لي هنا دونت، قلت له دونت دي زمانها مضارع، فانا مش عايز مضارع لان محدد زمن الجمله ماضي. بيقول لي هافنت، قلت له هافنت دي زمانها مضارع، فالمضارع يذهب الى الجحيم مش عايزه. بيخيرني ما بين didn't نفي ونيفر نفي، فانا هعمل ايه بقى؟ هقول له يا مستر هنا ان didn't بعدها الفعل في المصدر، اما نيفر لو مع الماضي البسيط بعدها التصريف الكام؟ التصريف الثاني للفعل. فانا مثبتها didn't مصدر، نيفر تصريف ايه تاني. ابص للفعل من كلمه هاف، من كلمه هاف لقيتها مضارع مصدر، فانا جبتك تبقى didn't ولا نيفر؟ هتقول لي يا مستر هتبقى didn't. حلو جدا. طب لو كان غيرها من كلمه هاف وخلاها هاد بقت ماضي، فاجابتك هتكون مين؟ نيفر. يبقى هنا didn't have خلاص كده، اما نيفر هاد. يبقى هنا بيقول لي هنا زي didn't have a car when they were young، هم ما كانش عندهم ايه؟ لا عربيه وهم صغيرين. وبكده خلصنا الماضي البسيط. مهم جدا جدا الحته دي. الفيديو اللي بعده هديك العلاقات ما بين الماضي البسيط، مهم جدا جدا. الفيديو اللي جاي انتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم مستر حمدي عادل.